ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ روتين جديد وفيديو جديد. روتين كده كله حماس. آم، تعبت، سبت البيت يومين، قمت لقيته بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه معايا في طول الفيديو. اتمنى يبقى فيديو خفيف كده عليكم وتحبوه، واتمنى اللي لسه مشتركش في القناه ينورني بالاشتراك بتاعه، وكمان ما تنسوش تعملوا اللايك عشان ده الدعم بتاع الفيديو. اول حاجه كده، انا قمت بدري جدا، كنت تعبانه بقالي يومين، فقلت لا مش هينفع بقى نفضل قاعدين كده، فقلت ايه، هقوم بدري ابتدي ان انا ايه اظبط الشقه بتاعتي. فاول حاجه قلت اعمل فطار خفيف كده افطر عشان ايه، اشوف اللي ورايا. فعملت زي ما انتم شايفين كده شاي بلبن، وكمان كان عندي الفايش ده. عملته كده بجبنه وهو مصمم مش عارفه يتكسر ليه بس ما علينا يعني. هروح بقى افطر واقوم بقى اشوف الدنيا عندي متلخبطه جدا جدا، وكل حاجه مش في مكانها وكل حاجه مش مترتبه. عارفين طبعا لما الام بتبقى سايبه كده البيت ومش عارفه عنه حاجه وتبقى تعبانه شويه، بيبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هو كان بالليل بابا الولاد جايب لنا شويه حاجات، وطبعا حاططها على الرخامه، يعني كتر خيره قوي ان هو اصلا نزل جاب لنا الحاجه. وشايفين بقى المطبخ عندي كمية مواعين مهولة، المطبخ مش مترتب خالص، كل حاجة على بعضها كده عايزة تترتب وتتظبط. هنبتدي بقى نسمي الله واقول لكم يلا تعالوا نخش معانا على الموضوع، نشوف ده احنا هنعمل فيه ايه في المطبخ. اول حاجة هبتدي ان انا اشيل كل حاجة مكانها علشان خاطر تبقى الدنيا قدامي فاضية. فهبتدي ان انا الحاجة اللي عايزة تخش التلاجة هدخلها، الحاجة اللي عايزة تتحط في ضرفة في المطبخ هحطها، واظبط ايه الدنيا بتاعتي كده. يعني هحاول ان انا ايه افضي الدنيا من قدامي، علشان ايه، يعني هعمل تنظيف عميق شويه النهارده كده ايه في المطبخ يعني. شلت زي ما انتم شايفين كده الفاكهه، وادي كمان الفاش اللي هو كان جايبه لنا بالليل. فهبتدي ان انا كمان اشيله واشيل كل حاجه كده زي ما انتم شايفين معايا. وامسك بقى ايه الرخامه بتاعتي دي، اديها كده دعكه حلوه كده هي وكل السيراميك اللي عليها. انا بحب ابدا الصراحه بالرخامه الاول. ببدأ بالرخامة وبعدين ما بخلصها بخش على البوتاجاز، وبعدين اخر حاجة المواعين. مش ببدأ بالمواعين الاول، لا. ده كده جوجي كانت طالبة مني بقى حصالة، قلت لها طب انا هخترعها لك عملت لها برطمان المربى ده كده حصالة، وحطيت لها الفلوس اللي هي ايه محوشاها فيها. زي ما قلت لكم انا ببدا الاول بالرخامه، تتغسل كويس جدا وتتنضف وتتظبط، بحيث ان انا اي حاجه بقى مش نظيفه ببتدي انها احطها على الحوض. مش ان انا اغسل المواعين وانا بغسل ابص الاقي ورايا مواعين على البوتاجاز، مواعين على الرخامه، مواعين، لا. بلم مواعيني مره واحده عشان تبقى كل حاجه قدامي. وكمان ايه، يعني بس بحاول ان انا اسهل على نفس الدنيا وما كركبهاش. زي ما انتم شايفين بقى كده انا جبت البريل، طبعا هحط على البريل ده خل، فالبريل وسلكة مش اكتر من كده. وهبتدي ادي بقى الايه الرخامه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده غسله كويسه جدا هي وكل السيراميك اللي حواليها، علشان خاطر تبقى ايه تبقى نضيفه وزي الفل. طبعا اعذروني عن صوتي بس شويه كده، لان انا بجد يعني صوتي مرهق شويه من دور التعب اللي انا اخدته. بس ما حبيتش ان انا اطول عليكم في الفيديوهات، وقلت لا انا اول ما هصور الروتين لازم أنا انزله واشاركه معاكم عشان انتوا كمان تتشجعوا. واللي تعبانه او وراها اي حاجه في البيت مكسله تعملها، تقوم تتشجع معايا كده ايه وتشغل الفيديو جنبها وكمان تعملها. جبت بقى الفوطه اللي هي مايكرو فايبر دي، وكمان ابتدي ان انا الم كل الصابون اللي على السيراميك كده واللي على الرخامه، وبغسلها يعني بشطفها كذا مره لحد لما بتبقى ايه الرخامه كده زي الفل زي ما انتم شايفين اهو. هبتدي برضو ان انا طقم التوابل الموجود دوت مش هسيبه، لا برضو هلمعه، هو الحمد لله مش يعني مش متطرب ولا حاجة. بس برضو زيادة تأكيد وتلميع بما اننا يعني بنعمل ايه شوية روتين كده عميق يعني شوية. فبوريكم بقى الكوبايه طول ما انت واقفه في المطبخ بيجيلك مواعين على المواعين اللي عندك، فهي ليله يعني فزي ما شايفين كده ببتدي امسح الخشب بتاعه، وكمان ارص يعني البرطمانات واظبطه. على فكرة الستاند ده انا اللي ملوناه كده ومظبطاه وعامله له اعادة التدوير ده دي. خلصته كده وظبطت الستاند بتاع او ستاند توابل. وهبتدي ان انا بقى ايه اشوف الرخامة بتاعتي، يعني اديها مسحة اخيرة كده عشان ارص كل حاجة عليها تاني وارجعها زي ايه زي الفل.
ما تنسونيش طبعا بقى باللايك، اللي بينسى يا جماعه اللايك ده هو دعمكم ليا اللي بيرفع الفيديو، يا ريت ما تنسوهوش. وكمان ايه، تشيروا الفيديو مع اصحابكم عشان الفيديو يتشاف والقناه تتشاف. زي ما انتم شايفين كده انا رجعت كل حاجه على الرخامه بتاعتي اهو. انا بحاول من وقت للتاني اغير في شكلها عشان عيني ما تملش منها. مره بنزل الفرن، مره برفعه، مره بحط برطمان السمنه، بنزل يعني بعمل فيها تغييرات كتير. جيت كده على البوتاجاز، الاكل اللي انا مش محتاجاه بحطه في كيس كده وبرميه يعني في الزباله، يعني اعزكم الله، بس بربطه كويس في كيس كده. وده كان رز كده. كنت انا امبارح ما عملتش فعلا غير ان انا عملت لهم اكل بس. عملت لهم صينيه بطاطس بالفراخ، وعملت لهم رز كده حبايه وحبايه، طبعا اسهل حاجه في الدنيا. فده كان من باقي، فحطيته في علبه كده في التلاجة. وهبتدي زي ما انتم شايفين البوتاجاز بتاعي بشع يا جماعه. انا بالنسبه لي ده كده ابشع حاجه في الدنيا ان هو يبقى بالمنظر ده. بس احنا ستات يعني اقوياء كده وجامدين جدا، وان شاء الله هنظبط الدنيا بتاعتنا وهنخلي الدنيا زي الفل. هبدأ برضو العيون اللي هي مش عليها فويل كده، هي الحمد لله نضيفة، بس اديها برضو تلميعة كده بالسلكة زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم انا النهاردة معيش اي منظفات، لا هو المنظف بتاعي البريل والسلكة بس. تمام، يعني ما عندناش افتكاسات النهارده في المنظفات بقى خالص. هو البريل والسلكة هيخلي لك الاستانلس والعيون والرخامة وكل حاجة، كل حاجة حواليكي هيخليها لك زي الفل ونضيفة وبتلمع كده. انا بغسل زي ما انتم شايفين البوتاجاز اهو كويس جدا، وخدت كمان الجناب والعيون بتاعته دي مش اسمهاش العيون، اسمها ايه، المفاتيح. المفاتيح برضو كده غسلتها غسلة كويسة. وكمان الحوامل انا اخدتها على الحوض ومسكتها بقى. الحوامل بتاعتي ظهر مش حديد، فمسكت بقى الحوامل كمان بقى غسلتها غسلة ايه يعني من اللي قلبكم يحبها كده. بنشف بقى البوتاجاز زي ما انتم شايفين برضو بالفوطة المايكرو فايبر كده كويس جدا. ويعني علشان خاطر ما يبقاش فيه اي بواقي يعني صابون او كده. وابتدي في الفتحات بتاعة الغاز اللي بيطلع منها الغاز يعني للعين امسحها كويس جدا. وكمان بقوم جايبه فوطه تاني ناشفه وماسكه برضو ايه البوتاجاز ملمعاه كويس جدا علشان خاطر يعني اي حاجه بقى من الفوطه التانية، اي اثر صابون اي حاجه لا تكون ممسوحه. وكمان لما بتنشفي بوتاجازك بيبقى بيلمع اللمعه اللي انتوا شايفينها دي. بص انا بعد الفوطه دي كمان منديل، انتوا متخيلين، منديل كده من بتاع المطبخ، وابتدي برضه امسحه كويس جدا. المنديل ده يا جماعه بقى بيخليه ما يطوسش معاكي ويخلي لونه كده زاهي وجميل جدا. وكمان يبقى اللون بتاعه ايه الاستانلس بتاعه كده زي ما انتوا شايفينه فيه اللمعه. خلصت انا كده اهو الحمد لله. البوتاجاز زي ما انتوا شايفينه بقى زي الفل. الحوامل زي ما انا قلت لكم كنت غسلتها وخليتها كمان هي كمان زي الفل. وهبتدي ان انا ايه ارصها. وكنت كمان ركبت العيون اللي انا كنت غسلاها معاكم. وادي البوتاجاز بقى زي الورد اهو، قمر يعني. والرخامه نبص بقى على الكارثه الكبيره بتاعتنا. مواعين بقى وازايز بصراحه. يعني انا قلت لا، انا قلت يعني ايه هبتدي بس ان انا اشطف كده المواعين. بحب ان انا اشطفها كويس جدا قبل ما اغسلها. واغسلها انا بقى مع نفسي عشان ما دوشكوش بغسيل المواعين. كده انا غسلتها اهو. وجبت طبق بقى بلاستيك عميق كده وكمان صفيتها فيه. وهبتدي ان انا امسك كده برضو الحوض زي ما انتوا شايفينه اهو. برضو كل الحاجات اللي عليه دي غسلتها وظبطتها. وهبتدي امسك السيراميك اهو، سيراميك الحوض يعني، وخليته زي الفل زي ما انتوا شايفينه بالحنفية بتاعة الحوض كده. برضو طقم التوابل ده همسكه برضو كده مسحة خفيفة بفوطة كده مبلولة ومندية كده، بس يعني عليها نقطتين كده بس من الصابون. بيتمسح بيبقى جميل جدا عشان خاطر طبعا اي اتربة عليه يعني ايه ما تتراكمش. عفوا. طيب انتوا شايفين معايا المهزلة دي؟ اكيد شايفينها. دي الاوضه بقى بتاعه الولاد. انا عايزه اقول لكم يا جماعه والله العظيم انا قبل ما اتعب بيومين انا الاوضه دي الشقه كلها شايلاها كلها، انتوا متخيلين؟ بس يومين بقى هم قالوا بقى احنا هنصطاد في المايه العكره وماما مش هنا، لا يعني مش هنا، مش في البيت، مش هنا معاهم بدماغي يعني. وتألقوا بصراحه يعني. وزي ما انتم شايفين حتى السبايدر مان يعني الغلبان فتحوا له جنبه. كل حاجه مش في مطرحها، كل حاجه مش في مكانها، مفيش حاجه مترتبه، الشقه كلها على بعضها تضرب تقلب. فما كانش ينفع ان انا بصراحه استنى اكتر من كده.
وزي ما قلت لكم انا كنت عامله في المطبخ طيب، بحب اشجع نفسي، قلت لكم كده على الحكايه دي قبل كده. والله المطبخ ما خدش معايا اكتر من ساعه ونص بكل اللي انا عملته ده. كمان انا شلت الارض. بصوا بقى سليم عمل لي ايه. قص ديل الملايه، شايفين؟ قصها بالمقص يعني. ربنا يعني ربنا يهديهم يا رب. فنرجع بقى لموضوعنا. انا بقى عملت كده، اخدت يجي ساعه ونص في المطبخ بكمان بالارض بتاعه المطبخ. شلتها، نفضت السجاد بتاعه وكنستها كنسه نضيفه كده من تحت البوتاجاز بقى، وشلت التربو اللي تحت الحوض. يعني كنت مظبطه المطبخ تظبيطه زي الفل. و اوضه الاطفال اهي. كمان هبتدي ان انا افرش لهم كده الكوفرتات دي على السرير. منها تدفيهم، وكمان بتحمي بصراحه الملايه شويه، بتقعدها يعني ايه. لو هتقعديها 3 ايام ممكن تقعد 4 5 ايام كمان، يعني ايه دي بتحميها شوية. زي ما انتم شايفين بقى معايا كده، خلصت اهو السرير. وهبتدي افرش، البس بقى كيس المخدة والخدادية. ومفيش بقى ايه اسهل من كده. انا ببدأ من فوق لتحت، يعني نفضت الحيطان وبعدين نفضت السرير. مش بنفض السرير وارجع انفض الحيطه، لا. باخد كده من فوق لتحت. انا دايما بنزل، يعني لما باجي بنفض بنزل مش بطلع في التنظيف. يعني بقوم منفضه مثلا الحيطه، مسحه الرف محطوط، عامله مش عارفه ايه كنبه او السرير، وبعدين الارض. ادي كده السرير بقى معايا اهو زي الفل زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اعمل السرير التاني بنفس الطريقه دي، ما فيهاش يعني اي حاجه. وكمان كنت طلعت لهم بقى البطانيه، هما كانوا لحد دلوقتي بيتغطوا بالكوفرتات. فطلعت لهم كده البطانيه زي ما انتم شايفين كده، بط لهم الاوضه اهي، ويمرحوا بقى ويلعبوا تاني ويبهدلوا، عارفه. وربنا يعني يهديهم. خلصت بقى كده زي ما انتم شايفين معايا الارض كلها. طلعت على الريسبشن بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا ما تخيلش ان انا في يوم من الايام كنت اطلع لكم بصراحه المنظر كده. المنظر بشع يا جماعة بصراحة. يعني انا مش متخيلة ان انا في يوم من الايام هبص الاقي الشقة بتاعتي بالمنظر ده. بس الحمد لله، ربنا يدي كل ام يا رب صحة على صحتها. وربنا يدي صحة لامهاتنا اللي بجد احنا معرفناش قيمتهم غير لما اتجوزنا وخلفنا، وعرفنا المسؤولية، وعرفنا ان فعلا البيت محتاج ام من جبل كده وحديد يعني. هبتدي بقى اظبط الدنيا كلها زي ما انتم شايفين كده معايا. برضو اديتها كده تنفيضة كده الحيطان على السريع، بس ما جاتش معاكم. ومسكت كده كنبة كنبة، ببتدي اشيل كل المخدات اللي عليها وانفضها تنفيضة حلوة. علشان خاطر بيبقى الولاد في ايديهم حاجة بياكلوها، فتافيت اي حاجة بتقع تحت الايه المخدات. فببتدي ان انا انفضها زي ما انتم شايفين كده. طبعا بعتذر لكم تاني على صوتي، يعني اسفه جدا يعني ولو انتم متضايقين منه، بس بصراحه يعني ايه، ما حبيتش ان انا اطول عليكم في الفيديو. ما وقلت لا مش هركنه اكتر من كده. وزي ما شايفين يعني من هي تفتحوا لي شويه يعني. وزي ما شايفين معايا كده خلصت اهو، وابتديت ان انا اشطب الدنيا. وهعمل بقى الشقه بالمكنسه. هلمع الخشب بتاع ترابيزه الانتريه وترابيزه التلفزيون، الشاشه، الكلام ده كله، بحيث ان انا الدنيا معايا تبقى زي الفل. ومش هقدر النهارده بصراحه اشيل سجاد، لا انا هتني بس السجاده بتاعه الانتريه عشان هي تحت الترابيزه، فهتنيها بس. بس كده. وهبتدي ان انا زي ما انتم شايفين كده خلصت اهو الكنبه، وهخش على الكرسي اللي جنبها برضو بنفس الطريقه كده. هنفضه كويس جدا. طبعا انا موريه لكم الشقه بدون مونتاج، يعني على طبيعتها كده، مش مجمله حاجه، مش مخبيه حاجه، كل حاجه قدامكم اهو، عشان تعرفوا ان مش الشقه بتبقى نظيفه واحنا بنعمل روتين قدامكم ونتعب نفسنا ونصور وكده، لا. هو الغرض من الروتين ده ان انت كمان تتشجعي، لو انت مش قادره تقومي تعملي حاجتك في البيت، مش عارفه ايه كل الحاجات دي. الروتين ده بيديكي كده ايه حافز وتشجيع ان انت تقومي تتشجعي وتخلصي كل ايه اللي وراكي. خلصت كده الكرسي زي ما انتم شايفين، ونفضت برضو الستاره، وكمان ابتدأت اعمل كده في الترابيزه بتاعه الارض.
وكمان شلت المخدات اللي انا بحطها على جنب كده. المخدات دي كان بتاعت انتريه اختي، وانا يعني اخدتهم منها كده، كانت هي غيرته، فبحطهم كده لو حد عايز يقعد في الارض يعني بيقعد عليهم. وكمان عملت الكنبه الكبيره، وعملت الكرسي برضو التاني. ظبطت كده الانتريه كله. هبتدي ان انا بالمكنسه كده واشفط الارض كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين اهو، علشان خاطر يعني انا قلت لكم مش هقدر اشيل السجاده بصراحه تقيله، وتحت الكراسي وكده، وانا لسه اصلا شايلاه ما بقاليش يعني 4 ايام ولا حاجه كنت شايله السجاد كله. وكمان شفطت الانتريه كويس جدا. دخلت على الصاله الصغيره برضو كده بشفطها كويس، بس السجاده دي هشيلها عشان خاطر يعني هي ما عليهاش حاجه. برضو بحب اعملها بالمكنسه كده، اشيل اي تراب منها اي حاجه، و ابرمها كده، واقوم ايه لفها برضو مديها تنفيضتين حلوين. فيلا بقى قومي تشجعي وخلصي حاجتك كده اللي وراكي كلها، علشان خاطر البيت دايما يبقى نظيف ويبقى ريحته حلوه. وطول ما احنا بنعمل في بيتنا كده بتحسي بطاقه ايجابيه، وتحسي ان انت قاعده في مكان، طول ما انت قاعده في مكان نظيف بتحسي ان انت كده مرتاحه ومش مضغوطه ومش متوتره ولا اي حاجه. النظافه دي بصراحه يعني من اجمل الحاجات اللي موجوده بصراحه. خلصت زي ما انتم شايفين كده السجاده برمتها بقى اهو. هبتدي ان انا اشيلها وانفضها. ويا جماعه ما تاخدوش بالكم خالص من شبشب جوزي اللي انا لابساه. انا شبشبي كان ضيع مني، مش عارفه الولاد حطوه فين. يعني مش بعرف اقف، فمش لابسه حاجه يعني على في رجلي فلبسته. بوريكم بقى هنا كده مسكت بقى الشقه كلها ومسحت. بص تنيت يعتبر 3/4 السجاده، ومسحت كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين اهو. الارض ما شاء الله حطيت شويه كلور وسنه من بريكس اللي هو باللافندر ده. وخلصت اهو الشقه ما شاء الله. وهبتدي ان انا بقى ايه اظبط بقى الفرش بتاعي. كنا خلاص بقى كده، كنا خلاص اخر النهار اصلا. انا طول النهار بعمل في الشقه. انا كمان عملت اوضه النوم بتاعتي، بس انا ما عملتهاش معاكم بقى عشان لسه عاملاها معاكم قريب. وخلصت كده الشقه ما شاء الله، كنت فرشتها كلها اهو. ريحه النظافه يا جماعه دي تحفه. لما تشمي كده ريحه النظافه في الشقه بتحسي ان انتي يعني مش عايزه اي حاجه تاني من الدنيا بصراحه. ببتدي بقى احط المشايات، افرش السجاد، اظبط الدنيا. ستاره مش معدوله بعدلها، مش عارفه ايه كده. فرشت كمان الحافظه بتاعه الارض دي زي ما وريتها لكم كده اهو. وهبتدي ان انا اعطر برضو. التعطير ده انا بحس ان هي المكافأة بتاعتي. لما امسك المعطر بتاعي واعطر الشقه كلها كده بحس ان انا كده كافئت نفسي بصراحه. عطرتها وخلصتها اهو. الولاد بقى قاعدين بيتفرجوا على الكرتون. قمت بقى دخلت على المطبخ هعمل لهم كنت عملت لهم اكله حلوه قوي سريعه. تعالوا اوريكم بس بصه كده على المطبخ اهو ما شاء الله. الاكله دي مكرونه مبكبكه بس بالكبد والقوانص، تحفه يا جماعه. لو عايزين الطريقه قولولي وانا انزلها لكم. طريقتها سهله جدا جدا وطعمها يعني قمر كده. زي ما انا بوريكم كده المطبخ اهو الحمد لله مش شطب والدنيا زي الفل. هنبتدي ان انا بقى ايه نغرف الاكل ونروح احنا نتغدى. واسيبكم بقى بعد اليوم الشاق دوت وان شاء الله ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.